نجاح عمليات السمنة بيبدأ قبل ما المريض يدخل غرفة العمليات. أنا مؤمن إن نجاح العملية بيتم لما المريض يمشي بخطوات دقيقة ومدروسة قبل العملية. عشان كده إحنا عملنا كويستشنير دي مجموعة من الأسئلة المخصصة لمرضى السمنة عشان تقييم الحالة العامة للمريض قبل العملية. ده بيساعدك جدا إنك تاخد القرار بالعملية المناسبة للمريض بناء على معلومات كتيرة جدا، زي هو مريض ضغط، سكر، المريض ده بيعاني من ارتجاع، عوامل كتيرة جدا. من خلال الكويستشنير ده بتساعدك انك تختار العملية المناسبة. بعد كده بتعمل التحاليل الطبية عشان خاطر تقيم الحالة العامة للمريض وتقدر تشوف العملية دي مناسبة ليه وهل في اي خطورة عليه من العملية ولا لا. كمان احنا خلينا المعمل المخصص ده موجود جوه العيادة. بعد كده بنقيم التحاليل. تقييم التحاليل ده بيتم في مرحلتين، المرحلة الأولانية من خلالي أنا شخصيا كجراح، والتقييم الثاني من خلال ستاف التخدير اللي بيطلع على كل التحاليل عشان يقيم حالتك ومناسبة للتخدير ولا لا. وفي اوقات كتيره جدا ستاف التخدير بيطلب مقابله شخصيه مع المريض عشان خاطر يطمن على المريض ويقيم حالته شخصيا. بعد كده بيكون المريض جاهز لاجراء العمليه، وبالتالي نوصل لاعلى نسبه نجاح باقل مخاطره. لو هتعمل عمليه من عمليات السمنه اكتب لنا في كومنت ايه اكتر خطوه تهمك قبل العمليه.